مطربين كتير جدا كانوا نجوم وكانوا بيقولوا ان عبد الحليم بيحاربهم. النجوم دول عاشوا ضعف اعمار عبد الحليم، لكن هم فين من الساحه الفنيه وليه اختفوا؟ وازاي بقى عبد الحليم كان بيحاربهم؟ كل ده هنتكلم عليه النهارده في الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على رسول الله. ومعاكم امل في اعز الناس، ويلا بينا على الفيديو. مطربين كتير قوي كانوا ظهروا مع عبد الحليم، منهم اللي نجح وكمل، ومنهم اللي اختفى وقال ان عبد الحليم بيحاربني. طب لما عبد الحليم بيحاربكم، عبد الحليم دلوقتي ميت ليه 48 سنة، هم فين؟ ان شاء الله يا رب حتى لحد ما مات عبد الحليم، اول ما مات عبد الحليم مثلا وقالوا ده هو كان مانع علينا الطريق او سد علينا الطريق فنظهر بقى، لا هم مش موجودين اصلا في الساحه. كتير جدا من المطربين مش موجودين. والمطرب النهارده اللي هتكلم عليه عبد الحليم نصحه نصيحه كويسه قوي نفعته، خلته ليه اسم. المطرب ماهر العطار. المطرب ماهر العطار ده كان وقت خلاف عبد الحليم مع الاستاذ محمد الموجي، حصلت مشكله بينه وبين عبد الحليم، كانوا دايما بيتخانقوا ويتصالحوا كده، لكن المشكله دي تقريبا محمد الموجي كان متغاظ قوي من عبد الحليم وقتها، فجاب ماهر العطار ده صوره تيبيكال، يعني هم شكلوها انها تكون زي عبد الحليم. صوته حلو، شكلا بدأوا يعملوا تسريحة عبد الحليم، لبس عبد الحليم، يمثل بطريقة عبد الحليم يعني. يا أول حب ناداني وأول حب مين ينساه. يعني كأن عبد الحليم بيحاربوه، يعني هم العكس، هم اللي بيحاربوا، هم اللي جايبينه عشان يحاربوا بيه عبد الحليم. إن أتيت الروض يوما لا تلمني فمن العطر انت شيء. مش العكس. لما عبد الحليم شاف كده ما عملش حاجة ولا اتكلم ولا أي حاجة، لكن قالوا إن عبد الحليم بيحاربه. لكن عبد الحليم كان دايما بينصح أي مطرب جديد بيظهر، يعني نصح ماهر العطار وقال له انت صوتك حلو وخامتك حلوة جدا، بس لو غنيت شعبي ما تقلدش حد. مرة الحب عدى وعندي قلبي وهدى، مرة الحب عدى. عبد الحليم كان مغرم وبيحب جدا الفنان عبد الوهاب، لكن رغم كده عمره ما قلده، برغم حبه الشديد ليه الا انه ما قلدهوش. فكانت دايما دي نصيحه عبد الحليم لكل المطربين الجدد، تبقى انت ما تقلدش حد عشان تنجح. التقليد دايما في حد ذاته الاصل بيكسب. حبك نار مش عايز اطفيها ولا خليها تفوتني ما احسش بيها. حتى هاني شاكر لما عبد الحليم قابله نصحه وقال له كده، قال له خليك انت، اعمل لون لنفسك، اعمل شخصيه لنفسك علشان تنجح بيها. ماهر العطار مطرب كان بيغني في ركن الهواء، اكتشفوا محمد الموجي زي ما قلت عشان يضرب بيه عبد الحليم، لكن برضو الفنان محمد عبد الوهاب سمعه وعجبه صوته برضو زي ما عجبه صوت عبد الحليم، فمحمد الموجي عمل اغنيه لماهر العطار. وقتها طبعا محمد الموجي كان بقى محمد الموجي وليه اسمه، عمل اغنيه اسمها بلغوه، والاغنيه دي نجحت نجاح كبير لماهر العطار. بلغوا بلغوا شوقي وسلامي، بلغوا طمنوا. وطبعا عبد الحليم شافه وكان موجود على الساحة وعمل أفلام، عمل حوالي 7 أفلام. فين عبد الحليم من الحرب ليه؟ ما خلوش يمثل ليه؟ لو كان بيحاربه وكان ليه نفوذ عبد الحليم وليه يعني أصحاب كتير في الفنانين وليه أصحاب كتير مخرجين، كان ممكن يوقف إن هم مثلا حتى يخلوه يبقى ممثل. إذا كنت أنت هتبقى مطرب مثلا عشان محمد الموجي مدعمك، لا طب أنا مش هخليك بقى تمثل. لكن مع ذلك عمل 7 أفلام ماهر العطار. وماهر العطار بعد كده بدأ يغني في الأفلام زي عبد الحليم، وعمل قصص في الأفلام زي قصص عبد الحليم بالظبط. عدى عليا معاه الحلو الغالي بالظبط. لكن هو لوحده أعجب بواحدة كده خارج الوسط الفني اسمها فايزة، أعجب بيها وطلبها للجواز واتجوزها لحد ما مات، كانت هي زوجته. لو سألته ماهر العطار أنت سبت الفن ليه؟ مش هيقول عشان عبد الحليم حاربني ولا الكلام ده، بالعكس ده هو عمل اغنيه اسمها افرش منديلك، دي اغنيه شعبيه، نجحت الاغنيه دي نجاح كبير جدا لانه عملها بلونه هو وبطريقته هو، ما قلتش فيها حد. افرش منديلك وانا الف واجيلك عالرملة واقعد واحكي لك عالرملة واسمع مواويلك. عبد الحليم سر بقائه
انه ما قلدش حد وكان سابق عصره. لو جبتوا كده اغنيه توبه بالذات، تعالوا كده نبص عليها، هنلاقي اغنيه توبه هنلاقي عبد الحليم لابس لبس شبابي، تسريحه شعره شبابيه، عكس اللي حواليه اللي هم الطلبه المفروض يعني لابسين بدل. شوفوا عبد الحليم حتى في الحاجات دي سابق عصره. لما حد بيستضيف حد من اهله كانوا دايما بيأكدوا ان عبد الحليم كان أنيق جدا، وبيحب يلبس احسن الماركات، وبيحب يلبس اللبس المتناسق كمان. توبة 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 إن كنت أحبك تاني توبة. وكان في لبسه سابق عصر جيله، يعني يمكن جيله كانوا بيخشوا كلية زي ما انتوا شفتوا كده بالبدل، لكن هو لا، كان بيلبس الحاجات القط دي، كان مشهور بيها قوي في فيلم الخطايا، في افلام كتيرة قوي. كان عبد الحليم لبسه بسيط. الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة. بسيط وكاجوال، يعني يعتبر نقول عليه بوقتنا ده هو لبس كاجوال مش لبس رسمي يعني. فكان بصراحة سابق عصره جدا، وده برضو سر كبير من أسرار بقاء عبد الحليم، إنه دايما كان متجدد، كان متنوع. عبد الحليم كان بيحب يدخل كل حاجة جديدة في أغنيته. ايه اللي خلى الفكر يروح ويقابله من غير ما يقول؟ جيتار بقى، آلة كهربائية، أي حاجة متطورة. وما كانش بيهتم إنه لازم يكون الواحد ده مشهور وكبير، بدليل إنه خلى مجدي الحسيني يلعب على البيانو وهو كان صغير في السن. وحكاها مجدي الحسيني، قال انا كنت صغير واعجب بيا عبد الحليم وجابني وبقيت من فرقته رغم ان انا كنت صغير في السن. يعني عبد الحليم فعلا بيعرف الموهوب، وما يهموش سنه وما يهموش خبرته قد ما هو ليه نظره في اللي قدامه. وعمر خورشيد برضو كان صغير في السن وجابه، كان بيحب يضيف اللمسه الشبابيه معاه، بيحب التطور. وكان وقت برضو وجود عبد الحليم كان فيه الفنان محرم فؤاد، وبرضو الفنان محرم فؤاد لما قالوا له انت المفروض الشمعة الباقية بعد عبد الحليم، قال لهم عبد الحليم خد شمعته معاه، محدش يقدر يملى مكان عبد الحليم. كانوا يقصدوا ان هو يعني مطرب كبير ويقدر ان هو ياخد مكانة كبيرة. كان قال لهم ان عبد الحليم ده حاجة تانية وليه مكانة تانية، ومحدش يقدر يملى مكانه. عشان كده حبيت القي الضوء على ان عبد الحليم مظلوم جدا في موضوع محاربة الشباب والكلام ده كله. ظهر عدوية باغاني شعبية وكان ناجح جدا، وعبد الحليم اثنى على صوته وقال انه فعلا فنان موهوب واغانيه حلوة، لانه اختار سكة برضو لايقة على طبقة صوته. فعبد الحليم كان بيدعم، بالعكس كان بيدعم النجوم وبيحب ان هم يكونوا معاه، يحاربهم ليه وهو واثق من موهبته وواثق من جمهوره اللي بيحبه حب شخصي وغنائي الاتنين مع بعض. فلذلك انا حبيت اقول لكم مين هو ماهر العطار. برضو هو مطرب محبوب، لكن ما استمرش بنجومية عبد الحليم، ما استمرش حتى بعد موت عبد الحليم ولا وقت ما كان عبد الحليم موجود. فكل ده يعني حاجات كده بيتجنوا بيها على عبد الحليم. ربنا يرحمهم جميعا رحمة واسعة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تكونوش نسيتوا تعملوا لايك واشتراك للقناة. شكرا جدا على المتابعة.